عكري، وهي صفة مأخوذة من الاسم العكر بمعنى العكار. اللون الأحمر واللي تيستعملوه النساء باش يتزينوا وباش يظهروا جمالهم، واللي تيديروه عادة على خدودهم وشفاهم. وتنستعملوا هاد النعت باش نوصفوا اللون الأحمر الساطع، وباش نفرقوا بيناتو وبين اللون الأحمر الآخر، حيث وهذا تعرفوا الكل لون واحد فيه تعبيرات ونغمات متعددة، لدرجة أن في لون واحد سنجد عشرات الألوان المختلفة ولو شيئا ما. واللي تيهمنا هنا هو معرفة الألوان وتسميتها والمعاني الجميلة اللي تيوحيها لنا هذا اللون العكري في التراث المغربي. كاين واحد اللون احمر قرمزي في النواحي الجزائر تيقولوا له حميمقه، وتنجوجدوه بصفة عكار بحال الا بغينا نقولوا لونه طبيعي. وتنلقاوه عند التهامي المدغري، هو تيوصف لون واحد الورد طويل القامة تينبت عندنا هنا في المغرب في النواحي ديال تافيلالت. والزجال الملحون تيسميو هذا الورد القلماسي، حيث تنوجدوه بكثرة في النواحي ديال سجل الماسة. تيقول السي تهامي المدغري القلماسي ليه وجنا دون عكر لون هاكفاها، sans phare aucun est la rose du tafilalt, se contentant de son rouge naturel pour être belle. كاين واحد الحمر فاقع بحال قلتي مخوذ من شفا الغزال، واللي تيوصفو سيدي قدور العالمي كأنه أحسن عكار يمكن يجي على شفا وخدود النساء. سيدي قدور شي يقول؟ شفيات الغزال الشرادة فايتين القرمز والعكري وباع البيض. باع البيض هنا هو بالعمان اللي تنعيطولو بالفصحى شقائق النعمان، وهي النبتة اللي تطلع في الحقول ديال الزرع مع في الحقل، وتيكون واحد الحقل احمر هكا تيبان. Fleur de gazelle fugitive, plus rouge que le stable kermès, le rouge coquelicot et le carmin. دابا أرانا العبارة أيام العكري. هاد الأيام ولازم فهمتوها هي الأيام ديال السعادة بين العشاق في العشق والغرام، واللي هي في الحقيقة ما تدومش بزاف، بحال ملي تنقولوا 7 أيام ديال المشماش ولا الباكور. والمثل تيقول المحبة عندك 7 أيام، أيام العكري صارت مكشوفة. L'amour ne dure qu'un temps, pas un jour ne passe sans que son carmin ne se déteint. شوفوا هذا البيت الشعري ديال تهامي المدغري، هو تيوصف ألوان الطبيعة الخلابة بحال تتكلم وتتعبر على مشاعرها الإنسان. عكري وفلانسي ودم الغزالي نصيح، قلب حجر لان بالهواء وعطف البطاعة. Rouge carmin, tendre ou vif, fleur d'un printemps, l'attendrissant pour l'adoucir, tout cœur de pierre. عامة ملي تيكون اللون الأحمر ساطع وجماله ناصع تنقولوا عليه عكري. والمثلة تقول العكري في الخندق والشمس عليه تشرق. وسيدي قدور العالمي بحال تيشوف الأزهار والألوان ديالها بقلبه ووجدانه تيقول نحكم فناني والعكري مع الديدي وجميع الألوان. Capucine,
délicate, rouge carmin et aramante, ô fleurs toutes charmantes. أما بالنسبة للاسم العكار، من غير المادة التجميلية اللي تعطي اللون، تنسميو العكار كذلك نوع من الوزاغي اللي تيكون ظهرو خطر بزاف وخطر ساطع، وتيعيطوا له عياب الصداع. علاش؟ الله أعلم. يمكن حيت حنا المغاربة والمسلمين جميعا بصفة عامة تيصليو في الطبيعة، وهي من أحلى الصلوات. وملي كان الناس يكونوا تيصليو، تتخرج هاد الدابة الصغيرة، ويمكن المصلي تيتشائم منها لدرجة أنه تيظن بلي أنه تتنقض صلاته، وسماها عياب الصلاة. وأنا يعني شخصيا ما تنشوف حتى عيب في هاد الدابة هذه، وأنها لا تنقذ صلاتي إذا خرجت وأنا تنصلي في الطبيعة. وفعل عكر من غير عملية تجميل تيشير المعنى ديال الفعل ديال خلط، ملي المرأة تتعكر المرقة بمعنى تزيد فيها التحميرة، وملي تتعكر راجلها باش تزينلو وتشعرو بوجودها وباش يهتم بها. إلا يا ويلو مشى حتى ما ردش بالو وما عاملهاش بنفس المعاملة ديال الاهتمام، غادي تعكر عليه الجو، معنى أنها غادي تخلوض ليه الجو وترجع له جوه كله ضباب.